فروي أن رجلا من بني تميم يقال له سبيغ قدم المدينة، فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فبعث إليه وقد أعد له عراجين من نخل. فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ يعني قال عمر لسبيغ: من أنت؟ قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله سبيغ، كالمستهزئ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعله يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال يعني سبيغا: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وفي رواية: أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل سبيغ وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم. وهكذا كل من يترك النهج الواضح يصير حاله كحال سبيغ، فيكون سيدا في قومه، ولكنه من يخن يهن، وإذا خان هان. وابن عمر حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا لا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممردة للقلوب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة ويلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وهكذا كل من خالط أهل البدع وخالط المخالفين وارتعى في مواقعهم وقناوتهم إلا ابتلي بتلقين شبهاتهم، لأن القلوب ميالة والشبهات خطافة. فالسلامة هو من استبرأ لي فقد استبرأ لي، من اجتنب الحمى فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال أيضا، قال الفضيل: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال: من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه. وقال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. ولا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وكان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء، فأدخل طاووس إصبعيه في أذنيه وقال: يا بني أدخل إصبعك في أذنيك، لا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف. ثم قال: أي بني أسدد، فما زال يقول: أسدد حتى قام الآخر. وكان رجل يختلف إلى إبراهيم النخعي، فبلغ إبراهيم أنه قد دخل في الإرجاء، أي صار مرجئيا، فقال له إبراهيم: إذا قمت من عندنا فلا تعد. ودخل رجل على ابن سيرين ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم، فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن نقوم. وقال رجل من أهل الأهواء لأيوب السختياني: أكلمك بكلمة. قال أيوب: لا ولا